السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة مطبخ الجزائري، مطبخ عبد الجليل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بوصفة عصبان يجي محرحر يشهي ما شاء الله. تبعوا معايا الوصفة والمقادير على بركة الله. هنايا كنت حضرت كنت حضرت المرقة بجهة وحضرت الحشو بجهة. بالنسبة للمرق حضرت حبة بصل تكون مرحية مع حمص، كمية معتبرة. من بعد نقول لكم واش ضفت لها. كذلك بالنسبه للحشو كنت حضرت مبشور تاع حبه بصل، تكون متوسطه من الاحسن. كذلك مبشور تاع ثوم، حوالي 5 سنينات ثوم يكونوا كبار، ما يعادل حبه ثوم تكون كبيره. ربطه كومبلي تاع القزبر مع توابل اللي هما فلفل اسود، كمون. استعملت كذلك راس الحانوت، واستعملت العكري، فلفل احمر اللي هو الحلو، والفلفل الاحمر الحار. وكذلك 2 ملاعق من الطماطم مصبره وشويه زيت، والملح اكيد حوالي ملعقه تاع الملح. بعد ما غليت هذيك الريه تاعي، ضفت الريه، ضفت كذلك نصارا الامعاء اللي كنت غليتهم وقطعتهم. ضفت كذلك انا نستعمل فيهم كذلك الكبده والقلب، ما نستعملش الريه فقط. واستعملت كذلك من الشحمه والدواره كي نفصلوها، هذوك البقايا كذلك نستعملوهم للداخل. هذو كامل استعملناهم في الحشوه. اما بالنسبه للمرقه كما قلت لكم كنت استعملت بصل حبه كبيره، ثوم كذلك 4 ما يعد الحبه تاع ثوم. كذلك استعملت ربطه كامله تاع القصبر، ربطه في المرقه وربطه في الحشوه. بعد ما قليتهم جيدا مع هذوك الدواره كي تكون تبقى لي هذوك البقايا، نضيفهم كذلك في المرق باش تجيني ما شاء الله. نقليها، بعد ما نقليها نضيف هذو الدواره تاعي بعد ما كنت نقيتها جيدا، غسلتها عده مرات بالماء والخل، وكررتها كما راكم تشوفوا فيها، وخيطها. طريقه الخياطه او طريقه التفصيل كما حبيتوا نتوما. انا نحب نخليها على هذه الجهه باش تجي شابه. نقلي هذوك الحبات تاعي بعد ما يتقلاو لي، نروح نضيف العكري اللي هو فلفل احمر وطماطم وصباره 2 ملاعق. وعمرت كذلك الامعاء الخشينه هذيك، يجي شغل مرقاز خشين، صدقوني راح يجيب بنه عظيمه. خلوها يطيب حتى تولي زبده هذيك الدواره، ورشوا لها كميه معتبره من القزبر. صدقوني هذا العصبان ما راح تستغنوا عليه، راح يجي لذه وبنه ما شاء الله. بالنسبه للحشو نسيت ما قلت لكمش الرز استعملت حوالي 3 ملاعق فقط تاع الرز يكون معمر. ما تكثروش الرز باش ما يجيكمش غير رز، لازم لافارس تاعكم تجي ما شاء الله. هذا هو العصبان، جربوه والسلام عليكم.